اهو. دلوقتي هنشرح طريقة عمل الاسورة. اول حاجة عملناها ان احنا قسنا العرض بتاع الاسورة 10 سنتي، تمام. اسورتين هنا 10 سنتي وهنا 10 سنتي لان انا هعمل كمين. بعد كده عندي الطول بتاع الاسورة 24 زائد 2 سنتي خياطات، يعني من ناحية اليمين سنتي زيادة وناحية الشمال سنتي زيادة. وبعد كده بعد ما رسمناهم على الفازلين طبعناهم على القماش الباقي. هنركبهم كمين باسوره، يعني دي عبايه بس الموديل بتاعها فيه اسوره، فاحنا قصينا الاسورتين. بعد كده بنفرغ القماش الزياده، بنشيله خالص، بنصفي القماش. في ناس بتعمل الفازلين بدل ما بتعمله عرضه 10 سنتي بتعمل عرض الفازلين 5 سنتي توفيرا للفازلين نفسه، فبيبقى في ناحية في الاسورة فيها فازلين والناحية التانية ما فيهاش. تبقى الحركة دي موفرة للي حابب ان هو يوفر، لو حد ان هو عايز يعمل بكميات. دلوقتي احنا خلاص احنا كده صفينا الاسورة من القماش الزيادة، بقى عندي العرض 10 بالظبط. هاجي على مكنة الخياطة واروح اتني 1 سنتي. او ان احنا ممكن ان احنا نعمل ايه، ممكن ان احنا نكويه الاول وبعد كده نبقى نقفله على المكنه بعد المكوى الافضل يعني، تمام. يبقى انا المفروض ان انا هكوي ده، هكوي سنتي من هنا وهكوي سنتي من هنا على المكوى، وبعد كده ارجع للمكنه تاني واخيط. بس الايقاف تركيب الاسوره اهو. يبقى احنا كده اول حاجه عملناها ان احنا جبنا القطعه بتاع الفازلين اللي هي عرضها 10 سنتي ورحنا تانيين على المكوى 1 سنتي. ده الظهر بتاع القماش اهو، ده الظهر. فكده خيط دي ودي، ماشي. هخيط كده على ظهر القماش. واخدين بالنا كده احنا خيطنا على ظهر القماش. انا وريت المنظر من بره ومن جوه، ادي منظره كده من بره، بس العرض كده 10 سنتي، تمام. احنا لسه هنتني ال10 دي. قبل ما نتني نعمل ايه؟ نتني الاطراف. نتني الاطراف كده 1 سنتي من هنا من الفرماتورة. حد طبعا كان موسع المكنة قوي على غرزة 4، وكده خلينا المكنة على غرزة 3 عشان يبقى متوسطة في الوسع. عملنا فرماتورة من فوق فرماتورة من تحت، تمام. وهنتني هنا كمان 1 سنتي، وهقول لكم ليه تنيناها. تمام كده. احنا بقى نشوف الحركة التانية. كده الاسورة متنية سنتي على المكوى، تمام. هندخل القماش الزيادة ده لجوه كده، وبعدين هنتني ده على ده كده اهو. القماش الزيادة المفروض ان هو ما نخليهوش يبان خالص،
شايفين الزياده ده اللي احنا معمول اوفر، والزيادات بتاع الفازلين والكلام ده كله يدخل جوه الاسوره، مش عايزاه يبان. بخيط كده هشد وادخل الزيادات لجوه، خلي بالنا عشان مش عايزين اي حاجه تبان، فدخلت كله جوه. مش مخيط يا بس مخيط؟ لا لا بتصور. ما تعبت بالليل. دلوقتي هنكمل الاسوره، هنعمل فرماتوره هنا. كده احنا قفلنا الاسوره، خيطناها من بره ومن جوه. نشيل الفتل الزياده، دايما في شغلنا ان احنا نتعود ان احنا نشيل الفتل الزياده. هنا الاسوره مفتوحه من الجنب ده ومفتوحه من الجنب ده، محتاجه ان احنا نقفلها. تمام، وادي بصوا منظرها، نضيف من بره ونضيف من جوه، مش محتاجه اوفر، نضيفها من بره ونضيفها من جوه، بس محتاجه ان هي تتطبع كويس في المكوى. هنخيط الجزء ده، هنعمل فرماتوره هنا وهنثبت الجزء ده كده. هنيجي عند الجزء ده بقى كده هنتنيه سنتي، وهقول لكم ليه، لان انا هعمل فتحه صغيره. هعمل في الاسوره فتحه صغيره بحيث ان هي تسهل اللبس. نركب لها زرار يعني؟ هنركب زرار، فطالما هنركب زرار، اصل في اسوره مقفوله خالص من غير زرار، وفي اسوره انت ممكن ان انت تعملي لها فتحه وزرار. هي هنعمل الاسوره بتاعتنا فيها استك يا مس ولا برضه بتطبعي؟ فتحه صغيره وزرار. تمام، يبقى احنا تنينا الجنبين بتوع الكم، وبعدين المفروض هنكوي دي، نشيل الفتل. دايما بشيل الفتل حتى لو كانت فتل صغيره. تمام، بعد كده بجيب دي على دي كده، ما قفلناش الجنب ده. ده كده هنا كده. ليه انا تنيت من هنا وتنيت من هنا؟ عشان اعرف اعمل فتحه. شوفي انت بقى الفتحه اللي انت عايزه تسيبيها كام سنتي، 7 سنتي، 10 سنتي، المهم المسافه اللي انت هتسيبيها تبقى الناحيه التانية الكم زيها بالظبط. تروح تعمل كده، خيط الخط. قلنا اخر جزء فيه الكم ان احنا نعمل ايه، نعمل فتحه صغيره في الكم. طبعا بنخيط الحته دي مستقيمه، نخيطها بشويه بنسبه ميل. والكم ده اصلا كانت فكرته ان هو فيه دوران، احنا بنخيط بدوران كده. نحط دايما الكمين على بعضهم ونخيط بالظبط. الفرماتورة عند حبة الإبر، بقص الفتل الزيادة، بقص الفتل الزيادة اللي هنا اللي عند الفتحة، بقص هنا. تمام، بعد كده تقلب الكم كله علشان نجرب شكل الكم هيبقى ايه. كده في فتحة هنا، الفتحة دي بتسهل اللبس زي ما قلنا، وهنا كده هيبقى فيه ايه، عروة وزرار، وادي الاسورة على قد الايد بالظبط. شوف النتيجة النهائية.